بُصّوا، هو مبدئيًا كده أنتم وحشتوني أوي، أوي، أوي. يالّا بينا على اللايك وتعملوا لي اشتراك في القناة لو أنتم لسه ما اشتركتوش، واعملوا زر الجرس فعلوه عشان يعمل تررين تررين. يالّا بينا ندخل نشوف القصة معانا بتقول إيه. وحشتوني. أنا أنسة وعندي 33 سنة، ومن فترة زميلتي كلمتني علشان عايزة تخطبني لأخوها، وأنا معرفهوش، بس اللي فهمته منها إن هو محترم وابن ناس وإن هو مسافر بلد أوروبية. في الأول أنا وافقت، بس بعدها قالت لي إن هو متجوز واحدة من هناك علشان الجنسية والإقامة وكده، وطبعا ما ينفعش يطلقها ويسيبها عشان الإقامة وكده، لو سابها الإقامة هتتلغي. المهم إن هو خد رقمي من أخته وتواصل معايا واتكلمنا، وقال لي نفس الكلام اللي أخته قالته لي، وقال لي إن هو مش هينفع يطلقها علشان خاطر الجنسية والإقامة ما يروحوش منه، وقال لي إن هو في مشاكل بينهم كتير أوي، وإن هو مش بيحبها ولا ناوي يستقر هناك، ولا ناوي إن هو يخلف منها أصلا، لأن المصريين اللي متجوزين هناك ومخلفين هناك متبهدلين أوي، وهو مش عايز يعمل في نفسه كده زيهم. هو عايز يتجوز بنت مصرية من بلده ويخلف منها، وسنتين 3 وهو هيرجع ويعيش في مصر. مفيش منه يا قلبي الكلام ده، مفيش منه، اسمعي من اختك، ويرجع يعيش في مصر على طول. وانا مش عارفة اعمل ايه، اوافق ولا لأ؟ طبعا انا سني مش صغير، بس كمان خايفة اخد قرار اندم عليه. ده غير اني مفيش لسه بيني وبينه اي حاجة، وشيء مفيش بيني وبينه اي شيء، وموضوع الاجنبية ده مضايقني اصلا، لاني انا شخصية غيورة جدا. اه يعني انا حاسة من غير اي حاجة اني قليلة، لاني ارتبطت اصلا براجل متجوز، وحتى لو عشان عذره الإقامة لأ. أنا مش عارفة أعمل إيه، وفي حيرة جامدة أوي ومش عارفة أعمل إيه، قولي لي. مبدئيًا كده أنتِ طبعًا مش هتستحملي مش هتقدري إن هو يسيبِك هنا ويكون مع مراته هناك، ده مبدئيًا. وأنتِ بتقولي إنِك شخص غيور جدًا، حتى لو بينهم مصانع الحداد هي برضه مراته هناك، فأنتِ مش هتطيقي إن جوزِك يكون هناك ومتجوز وأنتِ عارفة إن هو متجوز هناك يعني. فلأ. وفي نفس الوقت الراجل كان صادق معاكِ وقال لِك إن هو اتجوّز أو هو متجوّز هناك، أنتِ ما كنتيش هتعرفي إن هو متجوّز ولا مطلّق ولا الكلام ده كلّه، ممكن ما كنتيش عرفتِ. فهو برضه دي حاجة كويسة إن هو كان صادق معاكِ من الأول. بس طبعًا مش عشان هو صادق معاكِ فأنتِ تروحي تتجوّزيه وهو راجل متجوّز. أنتِ هتشوفي هتستحملي الفكرة وهترضي بالفكرة دي إن هو متجوّز هناك وهيسيبِك، هتتجوّزوا مثلًا شوية، يقعد معاكِ بتاع شهر والّا شهرين وبعد كده هيرجع تاني، وأنتِ هتبقي عارفة إن هو راجع لمراته هناك، ومراته هناك متجوزة هناك في البلد دي. وعايزة أقول لِك على حاجة، ما فيش راجل بيسافر بلد أوروبية أو بيسافر أي بلد ويقول لِك أنا سنتين و3 وهارجع، ما فيش الكلام ده، ما فيش. اللي اتعود على السفر والغربة بيفضل زي ما هو مغترب طول عمره، طول حياته، حتى لو أبوه وأمه وكل ناسه هنا في البلد في مصر كده، لأ برضه بيروح بيحن ما دام مسك قرش برّه ما بي خلاص ما بيرجعش هنا تاني إلا زيارة بس. وعايزة أقول لِك على حاجة برضه، ما تحطّيش السِن عقبة قدّامِك، وما تدخّليش ما تدخليش تجربة باين عليها الفشل من أولها. استني، استني، ربنا ما بينساش حد والله، وسِنِّك مش كبير أوي يعني لدرجة إنِّك تروحي ترمي نفسِك الرمية دي، أو تجازفي المجازفة دي، لأ. ما تقبليش، لإنه هيتجوّزِك زي ما قُلت لِك شهر، 2، 3 وفي الآخر هيمشي ويسيبِك ويروح لمراته التانية وأنتِ هتبقي عارفة كده. فصلّي صلاة استخارة، ولو أنتِ متقبّلة الموضوع صلّي صلاة استخارة أول حاجة، وبعدها ابتدي قرّري هتعملي إيه. بس أنا شايفة إن الموضوع منتهي أصلًا، وربنا يصلح لِك حالِك ويصلح لنا حالنا يا رب جميعًا. وباي باي. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك على الفيديو واشتراك في القناة لو انتوا لسه ما اشتركتوش فيها، وتفعلوا زر الجرس علشان يعمل تررن تررن. هتوحشوني.